جولة أولى بعنوان هتقولهم لي نيلي نيلي، هقولهم لك شريهان شريهان. قال لك انا ممكن اموت بسبب ميسي. عايز اقول لك ان ده يمكن يكون اقوى ماتش في الجوله الاولانيه. يا مساء الخير والجمال، يا مساء التكتيك والاجوال، اهلا بيك في الحلقة الثانية من قهوة المونديال. مصر ونيوزيلندا هنعمل ايه؟ هنتعادل. رحت مشوار، كان عندي مشوار، رحت قضيته وجيت. وتسلم ايدك على الشاي. لو سألتك انت مصري تقول لي ايه؟ تقول لي مصري ابن مصر، والواد دوكو محمد هاني حط عليه. هو احسن باك يمين جه في تاريخ مصر. المعلومه اللي عندي من معسكر المنتخب، قال حسام حسن عمل تغيير صلاح علشان هو شايف ان صلاح فعلا محتاج يغيره، ولا علشان يقول لك انا المدرب الوحيد اللي غير صلاح؟ بس كنت واثق ان محمد هاني هيعمل ماتش عالمي. اللي عايز اخبار بتوع الاخبار موجودين، واللي عايز تحليل المحللين موجودين. وخلينا نشوف في الفقره الجايه على ايه الشارع المصري ناوي. هنا البرنامج اللي هيغطي لك مشوار الفراعنه في البطوله من اكتر مكان بيمثل الكوره. ده تالت شخص يقول لك تريزيجيه هيسجل، واضح ان تريزيجيه الناس وحشته. واحد صاحبي اسمه يوسف صلاح هتلاقيه سامعنا دلوقتي. المعلومات جايه لي من أيوة. المعسكر. عايز سكرك ايه بس الاول؟ انا بشوف ان رونالدو اقوى من ميسي 3 مرات، علشان فكره انه ازاي ينافس ميسي. القهوه البلدي يا جدعان، ما صلي على النبي، صلي على النبي. الشاي ممتع والقعده ممتعه والقهوه ممتعه. من اكتر مكان بيمثل الكوره حسام حسن. جوله اولى بعنوان هتقولهم لي نيلي نيلي، هقولهم لك شريهان شريهان. ايه المتعه دي يا جدعان؟ تألق للأفارقة، ظهور قوي للمنتخبات العربية، ميسي معلي حسي ورونالدو ضاغط على نفسي. أما المصريين شرفونا بعد سنين كتير، طلعوا عين اللي جابونا. يا مساء الخير والجمال، يا مساء التكتيك والاجوال، أهلا بيك في الحلقة الثانية من قهوة المونديال. هنا البرنامج اللي هيغطي لك مشوار الفراعنة في البطولة من أكتر مكان بيمثل الكورة. القهوة البلدي يا جدعان، طقم شاي بالنعناع يا ابني للرجاله، لزوم الروقان. من اكتر مكان بيمثل الكوره حسام حسن. بعد 24 مباراه من الجوله الاولى للبطوله، ناس كتير اتكلمت، ناس كتير قالت، ناس كتير عادت. اللي ما كانش عاجبه واللي استمتع وعجبه وسهر يتفرج عادي. احنا دلوقتي معانا في الحلقه الثانيه ضيفين، هنا اعرفهم الاول، بعد كده نخش في كل تفاصيل الحلقه. هنتكلم عن المنتخب، هنتكلم عن الافتتاح، هنتكلم عن كل التفاصيل اللي انت ممكن تكون مستنيها او تستمتع بيها. في البدايه ارحب بمحمد زيزو، صحفي مصري. اهلا بك يا محمد، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ كله حلو. جاهز للحلقه؟ ان شاء الله. مبسوط انك معانا؟ طبعا. طيب انا كمان مبسوط اكتر منك والله. هنا ارحب كمان بالمحلل الرياضي الكبير قوي قوي قوي، وهتستمتعوا بتحليله ان شاء الله النهارده، استاذ وائل. اهلا بيك. اهلا. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام. جاهز؟ جاهز ومتفاجئ وسخن. محضر؟ يلا انا جاهز. والشاي كمان نزل اهو بالنعناع، وتسلم ايدك على الشاي. وخلينا نبدا الحلقه، وخلينا نتكلم بقى في البدايه. نبدا بقى من الاول، من العام قوي قوي قوي. الجوله الاولى خلصت، عايز اعرف انطباعكم عن الجوله الاولى والمباريات اللي اتلعبت بعد كل الانتقادات والهجوم اللي اتقال عنها. طب خلينا نقول ان الجوله الاولى فقدت التوقعات. تمام. كل الكلام اللي حصل قبل البطوله بقى، المشاكل والحاجات دي في الملعب اختفت تماما. الجوله الاولى كانت كويسه جدا، شفنا غزاره تهديفيه، شفنا ظهور قوي لبعض المنتخبات عربيه، رغم ان في منتخبات هزمت لكنها برضو ادت يعني اداء كويس. منتخبات افريقيه عملت برضو ماتشات كويسه. انجلترا منتخب مرعب، فرنسا يعني اكثر من مرعب. أيوه. فالبطوله بشكل عام او الجوله بشكل عام هي كويسه جدا. لكن انت ما زهقتش؟ لا خالص، انا كنت مستمتع على مدار ال 24 ماتش. كل ده بنتكلم في الجوله الاولى، خلي بالك. انا مستمتع جدا. انا بقول لك الجوله فقدت التوقعات في كل حاجه. طب تمام، هنا بقى نخش سؤال مهم. في ناس كتير قعدت تقارن ما بين 2022 وبين 2026، وقال لك قطر ومونديال قطر مش هيتكرر، مختلف. بعد ما شفت الاجواء والبطوله واتفرجت، تقول لهم ايه؟ بص يا احمد، هو لازم الاول نبدا بالفرق ما بين بطوله 22 تمام وبطوله 26. بطوله 26 عشان تبقى عارف دور المجموعات بس 72 مباراه. بطوله قطر كلها لحد النهائي، من المباراه الافتتاحيه للنهائي كانت 64 مباراه. ففرق 3 مرات الضعف. انت بادئ بتسجل ارقام قياسيه جديده، في اعلى نسبه مشاهده، اعلى دخل، اعلى اعلانات. اهم بقى من كل الزحمه دي كلها، واللي بيميز الزحمه دي الغير متوقعه، هي كلمه واحده، كلمه اسمها النديه. اتفاجئنا في بدايه المجموعات، احنا 48 منتخب
ده في منتخبات اول مره تعيش حاجه اسمها كاس عالم، ملل بقى وبتاع اول مره تشوف. احنا قلنا هنلاقي كاس عاصمه مش كاس عالم. تجربه وديه، تجربه وديه وبتاع لكن فعلا كل المنتخبات حتى زي ما بدأت قال اداء مختلف، المنتخبات اللي بدات بشكل جديد لا كلها قدمت ماتشات كويسه. اهم ما يميز الماتشات لحد دلوقتي في الجوله الاولى أيوه. كلمه واحده، النديه. لقينا منتخبات افريقيه صغيره زي كاب فيردي مثلا اول مره تدخل كاس عالم بتتعادل مع البطل، بطل اوروبا واعلى تصنيف منتخب اسبانيا. فالموضوع بدا يبقى ايه، تفضل تشغل دماغك. طب الجو اللي بيأثر ولا الشغف والرغبه ولا مستوى الافارقه عالي ولا مستوى الافريقيه؟ الموضوع اختلف بقى عن زمان بقى. كل ده بيأثر في اللعيبه. أيوه. كل ده بدأنا نتفرج عليه ونترجمه. أيوه. واحنا بنتفرج على الماتشات أيوه. المهمه الممتعه اللي الساعه 4 الفجر. حط تحت 4 الفجر دي 20 خط. انت تتفرج على الماتش للساعه 10. احنا بنحب بتاع بالليل دي. الناس ما بقتش تحب تتفرج على ماتش الساعه 10 مع ان كان في ازمه. احنا ايه ده متاخر اتعودنا وبقينا نستمتع. يعني المره اللي فاتت الحلقه اللي فاتت كان في حد بيتكلم معايا فيهم ان واحد قال لك انا عندي شغل مش عارف اتفرج، والتاني قال لك انا بايت انا هتفرج. واحنا فعلا الناس في البدايه رفضت لكن بعد كده تاقلمت. الساعه 10 انت بيحصل لك ايرور، انت قاعد الساعه 10 بالليل والدنيا مليله وبتتفرج على ماتش الشمس طالعه. انت مين فيهم بالظبط؟ زي ماتش بلجيكا ومصر. لكن الجمال كله والمتعه هي خلاص كاس العالم باربعه بتوقيتاته. هو انت كاس العالم تتفرج بعين مقفوله عشان تروح الشغل تاني يوم، وان صاحيه بتتفرج على الماتش ومركزه. هي دي حلاوه كاس العالم. كاس العالم كاس العالم. طب بما انك بقى اتكلمت عن المفاجآت والبطوله والتوقعات، انا لو هتكلم عن حاجه مفاجاه بالنسبه لي، ميسي الراجل اللي عنده 38 سنه 38 سنه. لو ما تفتكر رونالدو في نفس السن القطر ولا عمل ايه والناس هجمت عليه ازاي وما قدمش اي حاجه وقال لك اصل كبر ومش كبر. لا الراجل في سنه اهو. انا بحب رونالدو جدا عشان تبقى عارف، لكن اللي انا اتفرجت على الماتش، انا سايب الشوط الاولاني ونمت بصراحه، ما قدرتش اقاوم نمت، بس سايب الشوط الاولاني الراجل جايب جون اوف سايد وجون اتحسب ويضيع كور، وبعدين بيقدم اداء في خط النص. ايه ده؟ معدلات جري، اسيستات، صناعه لعب. ده مش لاعب جاي ديكور في الملعب. بعدين انا اصحى الاقي الراجل جايب هاتريك ومضيع جونين، ده في كور اتصدت. فانا كانت مفاجاه بالنسبه لي ان ميسي يبقى بالشكل ده. فانت شايف ميسي ازاي؟ انت شايف اللي عمله ده ازاي؟ بص يا الخلاصه في قصه ميسي ان ده لاعب متكامل. اي حاجه تقدر تتخيلها او ما تتخيلهاش هو بيعملها. طب ما السن ملوش عامل؟ يعني يقول لك دايما اللاعب الكوره السن بيوقفه. ما هو ده بقى اللي حصل لما ميسي عمل النقله بتاعت ان هو خرج من اوروبا وراح امريكا. الدنيا بقت اهدى، بقى في مستوى تنافسي اقل شويه، فبدا يلعب زي ما هو عايز. خصوصا كمان ان هو بعد رحله قطر او بعد ما حصل لقطر هو كان داخل ما قبل قطر كان عنده مشاكل ضغوط جماهيريه، ما بيكسبش بطوله كبيره كذا. ده ميسي تمام. لما حصل اللي حصل في قطر فبالتالي هو الراجل بيلعب باريحيه جامده جدا، فهو رايح البطوله السنه دي هو ما عندوش ضغط ان انا لازم اكسب البطوله، فبيلعب براحته. فبالتالي ده اقل حاجه. انت خلي بالك انت ممكن تشوف الكلام ده الماتشات الجايه كمان، لان الجزائر دي اقوى منافس في المجموعه ومعاه النمسا ومعاه الاردن. كانت مفاجاه فعلا بالنسبه لنا الجزائر. اعتقد ان احنا ممكن نلاقي ميسي السنه البطوله دي مثلا جاب 10 اهداف 12 هدف مثلا، فياخد هداف كاس العالم ب 25 جول مثلا. طب ده ميسي، انت شفت ميسي؟ شفت الماتش؟ بص انا هقول لك على حاجه. صراع ميسي وكريستيانو ده صراع عايشينه بقاله 15 سنه، صراع جمهور العالم كله عايشه. ممكن نقعد نتكلم عليه حلقات طويله. انت الناس بقت بتتقسم، بدل ما بيشجع ريال مدريد. عايز سكرك ايه بس الاول عشان الشاي خالص. طب وانت يا زيزو هتتعامل؟ طب انا هتعامل بدل ما بقوا بيشجعوا برشلونه وريال مدريد مانشستر يونايتد والسيتي، لا ده بقى الجمهور اتقسم ميسي ورونالدو. قال لك حمدون وعبسي. ونادرا ما هتلاقي الجمهور ميسي بيحب كريستيانو. وجمهور كريستيانو هم بقى في سجال دائم مين احسن من مين. الاثنين يتحبوا بس هم خلاص الصراع ده اتكون عند كل جمهور العالم، مش جمهور دوله معينه ولا منتخب معين. انت بتحب بتشجع مين فيهم؟ انا بشجع كريستيانو لان كريستيانو ده القدره. طب تعال نروح لكريستيانو. تعال نروح قبل ما نتكلم عن كريستيانو لازم نعرف حاجه الاول عشان نقوم نقف واحنا بنتكلم على كريستيانو. كريستيانو اخر كريستيانو اخر 5 نسخ كاس عالم هو مسجل فيهم. تمام. كريستيانو برضه هو مش بعيد، هو جايب 8 اهداف. ماشي. وعامل 2 اسيست يعني 10 مساهمات. انت جاي تدافع عنه بقى كده؟ جاي ادافع عنه. ما كريستيانو بقى ده القدره، ده الصناعه. ميسي جميل وكل حاجه بس ميسي ده التالت. طب انا عايز افهم منك برضو، ما انت بتحبه كده بقى ومركز معاه، ايه الفرق بينه وبين ميسي؟ يعني انا ليه النهارده اشوف لاعب زي ميسي في الملعب بيعمل اللي بيعمله ده،
وليه رونالدو ما جاش خالص، ما ظهرش خالص؟ بص، ايه العوامل اللي بص يا أحمد، بتأدي هو ده؟ مبدئيا التاريخ بيقول اه ان ال5 نسخ اللي كريستيانو سجل فيهم على المرمى ما كانش في الادوار المجموعات خالص. ال8 اهداف في الادوار الاقصائيه. رونالدو ده ميسي. لا انا بتكلم على كريستيانو رونالدو. رونالدو معروف دايما مش بيسجل في الادوار الاقصائيه كاس العالم. 8 اهداف كانوا كلهم في الادوار لا الاقصائيه. يا عم خلي تاكد من بالك المعلومه دي. وارجع ده وتأكد. الناس تتاكد وتقول لي بقى وارجع ايه يا عم وتأكد. الارقام فين انت؟ الارقام اعتقد دي مش كل الاهداف، لان هو السنه اللي فاتت كلهم. النسخه اللي فاتت في قطر جايب هاتريك في اسبانيا في المجموعات. وقبلها أعتقد لا يعني. كان مش مونديال قطر، روسيا قطر روسيا، اسبانيا يعني كان هو روسيا. روسيا لوحده روسيا لوحده جايب 4 اهداف. اصل انا اعرف بفتكر دايما الكوميكس بتطلع من الجماهير الاثنين ان رونالدو دايما مالوش دور في الادوار الاقصائيه. لا فاهم هو قصدي؟ كريستيانو دايما حتى البطوله اللي فاتت جايب فيها 4 اهداف من 8. كريستيانو مش بعيد يعني كريستيانو، بس مشكله كريستيانو في زمايله اللي حواليه. عارف انت يعني انت شفت من اول انت من الاخر هتروح لفكره المجموعه والفرقه بتختلف. المجموعه الفريق 11 لعيب، ارجع اللي بقى ميسي اتنقل على ميسي وتصريحات دي ماريا في النهائي قبل نهائي ماشي قطر 22 يقول لك احنا عايزين ناخد البطوله عشان ميسي. تمام. فرانك دي بول قال لك انا ممكن اموت بسبب ميسي. ايوه هي دي طب روح هو المجموعه. برونو فرنانديز ما بيحبش برونو رونالدو. فرنانديز يا نهار ابيض ده انا بيكره. عايز اقول لك ان حاجه مثلا زي تصريح جواو نيفيز امبارح كان بيتكلم ان احنا هو رونالدو قائد المنتخب وكل حاجه، بس في الاخر هو لعيب زيه زي لعيب في الفرقه. هو ده الفرق اللي ممكن يكون كان عن نفس الزوايا. هو الكلام منطقي وفعلا دي حقيقه. الناس دايما مش احنا بس، يعني حتى اللي بيشجعوا ميسي بيحسوا ده، بيحسوا ان لعيبه البرتغال يعني في وقت من الاوقات انا اعرف واحد صاحبي اسمه يوسف صلاح هتلاقيه سامعنا دلوقتي بيقول لي انا بحس ان لعيبه الارجنتين عايزه تعمل حاجه. هو بيشجع ميسي جدا، بيقول لي ساعات رونالدو بيصعب عليا ان التوليفه او المجموعه والفرقه مش مساعده في ده. انا اقول حاجه تاني، ده بشوف رونالدو مظلوم جدا في فكره ان هو يخش سجال مع ميسي، ان الراجل ده مش طبيعي. فانا بشوف ان رونالدو اقوى من ميسي 3 مرات عشان فكره انه ازاي ينافس ميسي. يعني قوه رونالدو بالنسبه لي او انه يتفوق على ميسي في حته انه اصلا انت ازاي جالك قلب وتخطف منه 5 بالون دور في نفس الكاتيجوري بالظبط. ده نجاح لوحده بالظبط، لانه مش هو طبيعي. نفس المقارنة الراجل نجاح. ده مش طبيعي. انا بتفرج، ده 38 سنه. انا ابويا بيقول لي قبل الماتش، بقول له ميسي النهارده هيلعب والجزائر وبتاع ووطن عربي. قال لي ميسي يا ابني مش هيعتزل. بقول له راجل لسه بيلعب. قال لي ازاي يا ابني مش خد كاس العالم وخلاص كبر بقى 38 سنه. عايز اقول لك ان في ممكن اصلا في تقارير طلعت الفتره اللي فاتت بتتكلم ان هو ممكن يكون بيأهل نفسه ان هو يلعب في 30. انت متخيل احنا عمالين نقول من 22 هو يلعب الرأسه الاخيره، لا 16 رأسه ميسي يا نهار أبيض. ميسي تصدق عليه اي حاجه. فممكن تروح يعني ان هو ميسي عايزين نقفل بقى الصفحة دي. توقع منه اي حاجه. احنا عايزين نقفل الصفحه دي بقى وخلينا نختم افتتاح الحلقه بتاعتنا. واتكلمنا في ملامح المونديال بعد الجوله الاولى. شفتوا ماتش انجلترا مع كرواتيا، وكرواتيا ثالث عالم والموسم اللي قبله نهائي ثاني عالم. انجلترا مسحت بيها نجيله الملعب. شفت الموضوع ازاي؟ بص هو اعتقد عايز اقول لك ان ده يمكن يكون اقوى ماتش في الجوله الاولانيه. الجوله كلها ال 24 ماتش. الماتش كان قوي جدا. الفريقين منتخبين مرعبين زي ما بيقولوا. كرواتيا تقيله قوي. انجلترا بقى يعني عايز اقول لك ان توماس توخيل عمل نقله كبيره لمنتخب انجلترا، وارد ان احنا نشوفهم السنه دي في التوب فور. صح دي حقيقه فعلا. الماتش كان قوي جدا. الفريقين عملوا مباراه حلوه. تخيل يعني الماتش، يعني تخيل انجلترا بكل اللي فيها كرواتيا قدرت تجيب فيها 4 تجوان. فتخيل انت منتخب انجلترا عامل مرعب ازاي، او هتشوفوا عاملين حاله. كرواتيا ده اقوى منافس في المجموعه. ايوه. فتخيل لما يجي يلعب الماتشات الجايه، فبالتالي احنا ممكن بنكون بنتكلم عن ان في علامه كامله لانجلترا في البطوله. فلكن انت الفكره في انجلترا فكره الادوار الاقصائيه. انجلترا لما بتروح الادوار الاقصائيه تبقى المشكله. فهل بقى توخيل المره دي هيقدر يعدي الحته دي بقى اللي احنا محتاجينها. انا شايف ان انا بعد اللي شفته امبارح والاداء والجرينتا واللعيبه كلها، ده الدفاع والحارس. بص ماتش انجلترا وكرواتيا ده بيتلخص، عايز تعرف ايه الموضوع اتفرج على الدقيقه 86 في هجمه والنتيجه 4-2 لصالح انجلترا، وكره ركنيه وجوه ال6 يارده، والراجل بتاع كرواتيا داخل بيحط وش رجله، واللي نايم تحت منه هاري كين المهاجم اللي جايب جونين، اللي هو النتيجه كام؟ النتيجه 4-2. يبقى ده مش اصرار وعزيمه ان انا وعزيمه وتركيز. اللعيبه عايزه تعمل حاجه يعني روح جديد اللي بيحصل. هو عمل حاله. هو الراجل عمل حاله. مدرب كبير طبعا. توماس توخيل مدرب صائد بطولات، مش مدرب عشوائي، مدرب بيعرف يلعب. واخد دوري الابطال مع تشيلسي. بيعرف يقرا الفرق اللي قدامه، عايز تتمتع وعنده قرار
عايز تتمتع، عنده قرار، عنده شخصيه، عنده قرار، استبعد مين؟ وعنده فودن طبعا ارنولد. وارنولد عايز تتفرج عليه وتتمتع، اتفرج على الشوط الثاني. وكول بالمر. طول عمرنا واحنا متربيين على الكوره كده من واحنا عيال صغيره عارفين ان الشوط الثاني ده شوط مدربين. اتفرج على متعه انجلترا الشوط الثاني، ضغط ايه؟ ضغط عالي، ضغط في كل انحاء الملعب، تحرك بين الخطوط، التحولات العكسيه، كل ده كان موجود امبارح. انجلترا بتنفذه وبتطبقه قدام عينينا واحنا بنتفرج. يعني انجلترا بتاع كرواتيا، تخيل كل أيوة، الناس بتاع كرواتيا أيوة. واحد معاهم. يعني احنا نقدر نقول انجلترا بطل العالم؟ صعب. في فرنسا الناحيه الثانيه صعب. في المانيا صعب. صعب. بس انا ممكن نشوفهم في التوب فور، لكن بطل العالم دي بقى خلي لسه. بالك احنا اتكلمنا عن كريستيانو واتكلمنا عن ميسي و16 جون أيوة. وبقى هداف كاس العالم، ونسينا ان في حصان جاي من وراه 14 جون، كيليان امبابي. مجرم، ده احنا مجرم. ما بنتكلمش عنه وحتى لو مش خالص. كاس العالم ده هيبقى كاس العالم اللي بعده واللي بعده. الراجل لسه لسه بقول لك اهو، خدها مني. كاس العالم ده طيب كيليان امبابي ما هنقفل بيهزرش. بقى الملفات دي بقى ونخش في الجد. هلا على الجد، والجد هلا عليه. انا شربت شاي، ما استمتعت والله. يعني بص، الشاي ممتع والقعده ممتعه والقهوه ممتعه. وخليني افكركم بفكره البرنامج. احنا هنا بعيد عن الاضاءات، الاستوديوهات، صح، البدل والتكتيفه. احنا هنا على قهوه مصريه بلدي طبيعيه 100%. بنتكلم بشكل طبيعي، مش لازم نتكلم في التحليل 100% او جايين. اللي عايز اخبار بتوع الاخبار موجودين، يروح عندكم الجريده. واللي عايز تحليل المحللين موجودين، صح، يروح بقى يتفرج على احمد عز، تامر بدوي. مش اكيد هم اساميهم معروفه، مش يعني ايه، مش محتاج اتكلم. لكن احنا هنا جايين نستمتع ونقعد قعده رايقه زي اللي بنقعدها في اي وقت وفي اي مكان. فنبع من الشعب والناس صاحبه الكلام وصاحبه الكوره، الجمهور الحقيقي. عايز اروح بقى لمنتخب مصر. ايوه جاي. لو سالتك انت مصري تقول لي ايه؟ تقول لي مصري ابن مصر، والواد دوكو محمد هاني حط عليه. تخيل ان العالم كله بيتكلم علينا بسبب مباراه مصر وبلجيكا، والسبوت راح لمحمد هاني المونديالي، مونديال انديه، مونديال عالمي، الراجل موجود في اي حدث كاس عالم. تخيل ان جه يوم من الايام ولاعب واخد كاس العالم ومطرقع البرازيل 7 في ملعبها، فانشتايجر يقول لك ان الراجل ده ماي مان. قالك ايه نصا كده، ماي مان اوف ذا ماتش، يعني هو شايفه الرجل المباراه بتاعه. تخيل انت اصلا، انا لو مكان محمد هاني ممكن اعيط. يعني اما ده انا مش مصدق، انت مين يا عم وايه اللي جابك هنا وشفتني فين؟ شفتني فين والدنيا انا فين والدنيا ايه واحنا مين؟ وراح له لحد عنده وبيسال عليه. وبعدين بقى تتابع ده ان بعد المباراه الناس كلها بتتكلم عن محمد هاني وان ازاي دوكو اللي احسن وينج السيزون ده مقدم اداء فردي، صح؟ ما حدش كان عارف ازاي هنوقفه. لا وقفه، وراجل من هنا يروح هنا، يتعقد من هنا. دخل هو ما لعبش شويه غير لما دخل في العمق. فعملنا ماتش كويس. اقصى واحد طموحه كان يقول لك ان احنا نتعادل. النهارده احنا زعلانين ان احنا اتعادلنا، وحتى الجون اللي اتسجل كان هدف ذاتي في تغييره وسط سرحان وتوهان، يعني مش جهد مبذول من منتخب بلجيكا. احنا قفلنا عليهم كل حاجه. فانا عايز اعرف منك تحليليا بقى، انت راجل بتاع تحليل، شفت الماتش ازاي؟ بص يا احمد، قبل ما نتكلم عن الماتش نتكلم عن جيرمي دوكو. جيرمي دوكو من احسن 3 لعيبه في العالم، مجرم في حته المراوغه. تمام. طب نتفرج عليه ونقيمه ازاي؟ نعرف احنا ماشيين صح ولا ماشيين غلط. الراجل ده ارقامه في ماتش مصر وبلجيكا نجح في 3 مراوغات من اصل 9. تمام. يا نهار ابيض على الاحصائيه المرعبه. ده واضح ان محمد هاني كان قافل عليه ميه ده بهدله خالص. عايز تعرف سر تحول محمد هاني وتألقه؟ ارجع لماتش الاهلي وريال مدريد وسيطره محمد هاني ولعبه قدام فينيسيوس. لعب ماتش كويس جدا. ارجع لماتش الاهلي وبايرن ميونخ ولعبوا على كومان. الراجل عنده الخبره، عنده الجرينتا. خلي بالك محمد هاني هو تحس ان الحماس بيغلب القدره. محمد هاني كلنا او الشعب المصري كله جامد قوي، اجمع بينتقدوه. كانوا بينتقدوه جامد قوي. بس هو ممكن يعمل كرة حلوه قوي وبعديها بدقيقه تلاقي كرة وحشه ثانيه. هل ممكن الراجل امكانياته دي مش بتاعت محلي مثلا بيلعب المحل كده؟ انا المعلومه اللي عندي من معسكر المنتخب ان في زي دروس خصوصيه من ابراهيم حسن احسن باك يمين في تاريخ الكره المصريه لمحمد هاني. لمحمد هاني. سقف لي بعد اذنك بقى، وسقف لي بعد اذنك بقى. ليه بقى؟
سقف يا ابني اللي ورا الكاميرا يا ابني. الحلقه اللي فاتت يا باشا من قبل محمد هاني يلعب الماتش قلت لهم يا جدعان انا متاكد ما كانتش انت بتقول معلومه احييك عليها، انت جايب معلومه، انا كنت بقولها توقع اللي 90% من اداء محمد هاني اللي اتحسن الفتره الاخيره ابراهيم حسن. ابراهيم حسن اكيد 100% ده خده كده دش ساقع سخن. كمية فيديوهات متقطعة مرعبة مبعوثة على تليفون محمد هاني بيذاكر منها صبح ليل، لازم من ابراهيم، من يتفرج كابتن ابراهيم، من كابتن ابراهيم ومن الجهاز الفني. لازم اصلا يبقى في فيديوهات، هو كفايه ان هو يقعد معاه ويقول له اعمل كذا واعمل هو كذا. اللي بيدربه. بتتكلم في الراجل واحد اللي اصلا بيدربه. يعني زي ما استاذ وائل قال هو احسن باك يمين جه في تاريخ مصر. فانت بس يا ريت كفايه تقعد معاه يقول له باصي كده، العرضيه بترفع كده، الحركه تخش كده، الثبات هتقابل كده. الراجل وهو بيهاجمك وجاي يرقصك، بيخش عليه هتقابله ازاي وهتعمل ايه؟ هتقفل عليه من اليمين ولا من على الثابته هتجريه؟ هتفتحه من جوه الملعب ولا من على الخط بره؟ كل الطرق والحاجات دي زياده على خبره محمد هاني من الاحتكاكات الدوليه، زودت كريدت لعيبه المنتخب كلها بقى مش محمد هاني بس. ايوه طب خلينا لما نروح نتكلم بقى ايه، عايز اروح حاجه مهمه. الماتش. ايوه انا قبل الماتش عايز اتكلم بقى معاك يا زيزو عن حسام حسن، من ابراهيم لكابتن حسام. الراجل ده اول ما جه اكيد انت كنت متابع بصفتك راجل صحفي، متابع الاخبار، متابع الحاله، اكيد كنت موجود في المؤتمر. اللي هاجم، اللي ما كانش موافق، اتحاد قديم جه اتحاد جديد، ضجه وليله والليله. النهارده بعد افريقيا انا مش هتكلم بقى عن ماتش خلي بالك، لا انا هتكلم بعد راجل نجح ان يوديك كاس عالم، نجح ان يوديك كاس الامم، نص نهائي كاس الامم، بيطلع من السنغال. شايف حسام حسن مع المنتخب ازاي؟ بص خلينا نقول حسام حسن اول ما جه منتخب مصر كان عنده ازمه شويه، ان الناس في بعض الناس كانت متقبله والناس ما كانتش متقبله. الاتحاد كان عنده مشكله معاه، فالراجل اللي كان بيصارع مع الجماهير كان بيصارع الاتحاد وبيصارع اطراف تانية. حسام حسن ما بعد كاس الامم الافريقيه او ما بعد دور المجموعات ماشي نفس اللي قلناه عن ميسي، هو تحرر من كل الضغوطات، بدا حقق يلعب التارجت يعني قصدك بالنسبه له؟ او مش فكره تارجت، هو الراجل بدا يلعب باريحيه. فكره انت كل حاجه مضغوط، الاعلام بيضغطك، الاتحاد بيضغطك، كل حاجه بتضغطك، فانت ما بتبقاش مركز 100%. بتشتغل. لكن دلوقتي انت بتلعب باريحيه. برضو لما وصل نص نهائي افريقيا الاريحيه زادت اكتر. دلوقتي هو كان عنده تارجت اكيد ان هو يروح كاس العالم ويلعب، يبقى اول واحد مصري وعربي يلعب في كاس العالم مدرب ولاعب. هو عمل ده، فهو دلوقتي مش بيلعب عايز يوصل اكيد لنقطه بعيده، عايز يعمل كل حاجه مع منتخب مصر، لكن هو دلوقتي بيعمل تاريخ لنفسه، هو عايز يقدم نفسه كمدرب كبير. فبالتالي اللي احنا بنشوفه ده مختلف. اتفرج على ماتشات حسام حسن مع منتخب مصر في البدايه، اتفرج على ماتشات حسام حسن ماتش مع بقول لك احنا فيها كوت ديفوار وماتش لا بلجيكا. احنا فيها اتفرج يا باشا. تكتيك اول ما واتفرج جه على كل حاجه. اول ما جه مش كان في عاصمه اداريه وبطوله وديه، لعبنا نيوزيلندا. احنا نقارن ماتش نيوزيلندا اللي فات بماتش نيوزيلندا هيتلعب الجاي ونشوف بقى حسام ونشوف بقى حسام حسن ساعتها هيعمل ايه. طب هو مكمل؟ هو لحد دلوقتي ما جددش، الراجل مش مجدد عقده. طب المعلومه بقى ما عندوش عقد اصلا، مفيش عقد عقد منتخب. اصلا. هو بيشتغل كلام بس، هو بالكلام ربط كلام كده انت معانا. طب هيكمل كلام ولا مش رجاله؟ هيكمل؟ لا اكيد هيكمل. امبارح كان في تصريح لنائب رئيس اتحاد الكره المصري خالد برندلي وعلى الهوا وقدام الملايين، موضوع العقد ده موضوع وقت، واحنا مركزين دلوقتي في كاس العالم وكل الدعم لحسام حسن. بس اقول لك على حاجه وجهه نظري انا بقى، انا والله حتى لو حسام حسن ما كملش وفشل، هو احسن 100 مره من اي مدرب اجنبي، لاكتر من سبب انت قبل الهوا اتكلمت معايا فيه. طب تعالى لي بقى، انا جاي لك اهو. رقم واحد 6 فبراير 2024 حصل ايه؟ تعاقد الاتحاد المصري لكرة مع العميد. القدم مع العميد حسام حسن. ترتب عليه الراجل ده احنا جايبينه ليه؟ هو فنيا قوي او اجمد حاجه؟ لا حلو. فيتوريا اقوى منه. ماشي. طب هو بدنيا بيطور الاداء؟ برضه لا. طب بيكتشف نجوم؟ لا. طب احنا جايبينه الاهداف ايه؟ الحماس، ماشي، الانضباط، ماشي، الالتزام، السيطره على اللعيبه، الروح، ماشي، السيطره على اللعيبه. كل التوليفه دي هي اللي كانت ناقصه لعيبه. والراجل المخرج بتاع الحلقه قال لك هيوفر عمله وهيوفر عمله وهيوفر عمله. عمله. كانت بتطلع بالخزنه، كان في عندنا ازمه ساعتها. كل ده كان عامل لنا مشكله. احنا كان عندنا خارجين من مدرسه روي فيتوريا وكارلوس كيروش وارجع بقى الاجيري، شيء حلو قوي. كل دول كانوا فنيا بس ما فيش روح الانضباط والالتزام، الحميه. بس عمرها ما هتحصل. بص، روح الانضباط والحميه دي عمرها ما هتحصل، انا اسف، غير بمدرب اجنبي. امبارح انت شفت مدرب بلجيكا مارتين لا اسمه ايه ده، برتغال.
مارتينيز. فانا اصلا مستغرب فكره ان هو مدرب البرتغال، ده رقم واحد. رقم اتنين، تحس ان الراجل جاي موظف، احنا جاي موظف مش جاي احنا لعبت في الملعب كده وسايبها كده، لا يا باشا فوقهم. من طبيعه تانية. احنا كسبنا 3 افريقيا مع كابتن الراجل ده كان حسن هيضرب الحكم، شحاتة. الراجل ده كان هياكله، شفت حضنه ازاي؟ هي دي اللعيبه بتنادي تنده لبعض، طعم الحكم جاي خاف منه. اللعيبه بتكلم بعض، اللعيبه خايفه، اللعيبه بص انا اللعيبه بالنسبه لي بتلعب كانها بتلعب ماتش مع الفريق بعض. كله بيحترم جدا كابتن حسام حسن. ويا جماعه هي مش على فكره احترام، هي فكره ان اقول لك على حاجه اسطوره. ايوه الفكره اللي كانت ناقصه منتخب مصر مع كيروش والناس دي، ان في بعض اللعيبه بتبقى شايفه ان هي اعلى من المدرب. مين بقى هنا بقى في مين مصر بقى انت مش شايف حد، انت بتتكلم مع راجل صح. اسطوره، فانت مين صح. اعلى من الراجل ده؟ مفيش حد اعلى، فهو بيسيطر على الفرقه من ناحيه. هل انت مقتنع ان كان في اي مدرب من اللي احنا قلنا اسمائهم دول كان يقدر يعمل تغيير محمد صلاح؟ مستحيل. انا اسالك سؤال بقى، مستحيل. اسالك سؤال في النقطه دي، هل حسام حسن عمل تغيير صلاح علشان هو شايف ان صلاح فعلا محتاج يغيره، ولا علشان يقول لك انا المدرب الوحيد اللي غير صلاح؟ لا اكيد لا طبعا اكيد التكتيك الملعب كان محتاج ان صلاح يخرج. انت شايف ان صلاح، بس صلاح كان محطه، استلم كور، عامل لك تقل في الملعب، 2 من لعيبه بلجيكا على الاقل ماسكينه، وعامل صناعه فرص بالعبيط، مضيع كوره امام عاشور حطها شاطها بدل ما يحطها في الجون، كان هو اللي طلع، وهي دي الكوره اللي اتردت، فدي فرصه، وغير عامل لك اسيست. لا الراجل بس انت بتيجي في وقت معين خلاص اللعيب لو اديته اكتر من كده هو هتفقده، فبالتالي انت هتلاقي نفسك بتلعب ناقص لعيب. مجريات الامور يا احمد، انت في الدقيقه 75 منتخب بلجيكا بدا كله يطلع، حتى الاثنين سيرتباكات بداوا يزيدوا عشان يعدوا، فكان لازم تطلع صلاح، فكان لازم مهاجم 9 ولازم كل اللعيبه ترجع تدافع. محمد صلاح الى حد ما بدنيا مش احسن حاجه. قبل ما تتكلم عن بدنيا بقى، انت راجل دلوقتي محلل كبير، وامسك كده المايك ده. انا عايزك بقى ايه، تعيش معانا ومعاهم كاميرتك اهي. انا عايزك تقول لي ايه اللي حصل يخلي محمد صلاح اللي مصر كلها كانت بتهاجمه مع المنتخب، يخلي ان 80% من الشعب متضايق ان حسام حسن طلع محمد صلاح. هقول لك بقى، انا عايز اعرف ايه اللي اتغير في محمد صلاح. اول حاجه محمد صلاح من 18، اول حاجه محمد صلاح من 18 تمريره ما غلطش غير في واحده، رقم كبير جدا. محمد صلاح من 34 باص او من لمس الكره 34 مره، خرجها بشكل ايجابي 33 مره، نسبه كبيره جدا. عامل 3 صناعه للفرص، كلام جميل جدا. عامل الاسيست طبعا بتاع الجون. دوره محوري في ايه؟ في الحته دي الاسيست بتاع الجون ده على فكره يتدرس، الكوره مش فكره ان خلي بالك ده محمد صلاح جديد، احنا مش متعودين عليه، احنا متعودين على محمد ايه صلاح. بقى السبب؟ انا عايز اعرف. ابو شعر اللي بياخد الخط اليمين، اللي بيسحب الدنيا ناحيه اليمين وخلاص. هل ممكن نقول ان محمد صلاح النهارده ما هو حسام حسن، تمركز صلاح هو حسام حسن. يعني حلقه الوصل ونقل اللعب مركزه الجديد من دفاعيا لهجوميا كان محمد صلاح. هو التاكتكس بتاع كان حسام حسن في الماتش ايه؟ الفرقه كلها بتدافع، ومحمد صلاح بخبرته بيقف على الكوره ويعرف يستحوذ ويمسك الكوره، سواء عن طريق ياخد فاول، عن طريق في 2 معاه اصلا، وينقل اللعب للسرعات لمرموش او امام عاشور او زيكو. زيكو ده حكايه تانية خالص. طب مين اللي اكتشف زيكو؟ مين اللي جابه؟ اصابه اسلام عيسى. ايه رايك؟ هتبقى كده طبعا ماشي، بس برضه وانا ممكن لاعب يتصاب بس ما اشوفوش. هو حسام حسن هو مكتشف حسام حسن، بس هي الفكره كلها ازاي انت استغليته. طب احنا عنده كام سنه زيكو؟ عنده كام سنه؟ 29 سنه. 29 سنه. مش فاكر. طيب وحمزه عبد الكريم عنده كام سنه؟ 18. ليه بقى شايف الاعلام ازاي؟ براجل صفتك راجل اعلامي صحفي، شايف ازاي الاعلام انا منين يطلع لي لعيب عنده 18 سنه بهاجمه، ومنين زعلان دلوقتي ان احنا اكتشفنا متاخر زيكو؟ بص هي الفكره كلها ان احنا في مصر عندنا اللعيب ما ينفعش، احنا كجمهور عادات وتقاليد ما بنشوفش اللعيب غير بعد 25 سنه كده بقى كبر، ما بتشوفش اللعيب كده ينفع يبقى لعيب كده انت كبرت بقى. انت بتدور بره، بتيجي تبص بره بتشوف يمين يامال واخد يورو 17 سنه، فيرستين برشلونه اول ما شارك امتى تشافي نزله كان 16 وشويه، انت بتشوفه فيرستين برشلونه هو الراجل رقم 1 في برشلونه بيتكلم في 17 18 سنه، انت في مصر اللعيب بيبقى عنده 22 23 سنه يقول لك لا اصل هو لسه ما خبراتش، تبقى مستعجل سيبه ينسجم، سيبه مش عارف يعمل ايه، فبالتالي لا الموضوع صعب جدا في مصر يعني. لكن فتخيل انت اصلا لما حسام حسن اختاره على حساب مصطفى محمد، الناس كانت بتتكلم هو ازاي اصلا تختار لعيب زي ده؟ طب يا جماعه ما هو الراجل
خلينا متفقين ان الراجل مش هيجامل حد في اختياراته. انا رايح العب بطوله كاس عالم، مش هجامل حد. ايوه فاهم؟ أيوة. فبالتالي لا، الراجل يستحق. هو ممكن يكون لسه ما ظهرش منتخب مصر بالشكل القوي جدا، لكن هو على زيكو، مهاجم. لا، على حمزه. على حمزه، لكن بس هو ما مهاجم خدش. واعد جدا على فكره الشويه اللي لعبهم، لكن هو واعد. لو مهاجم هتتكلم واعد جداً. بمقاييس راس الحربه الهجام بقى كده، لا شايف الراجل هالاند المصري يعني بالنسبه لسنه معلش نبدل بقى اول الكراسي. مره كاس عالم. نبدل بقى الكراسي انا وانت، وانا هسالك سؤال. هو حمزه عبد الكريم لو ما كانش راح برشلونه كان راح منتخب مصر؟ ولا كان هيشم. وكان هقول لك انا على السيناريو الطبيعي، كان هيفضل في الشباب، بعد كده يطلع تحت السن، بعد كده يروح يلعب اولمبياد، صح؟ بعد كده يروح يلعب في الاهلي، يطلعوه يودوه اعاره هنا ولا هنا، زيه زي عبد المنعم، زيه زي مرموش، زيه زي لعيبه كتير ما كانتش. الراجل راح برشلونه، اتفاجئنا بتحول بدني مرعب حصل له في وقت قليل اللي هو 3 شهور. الناس فاهمه بتعمل ايه. اتفاجئنا ان الراجل بقى بيشارك في السكند تيم او ال 19 سنه، وبيلعب نهائي كاس اسبانيا وبيجيب اجوان، واعتقد هو جايب 5 اجوان معاهم. بدا حسام يدي الارم كده، هو المستقبل من الاخر. هو المستقبل. انا عايز اتكلم عن امام عاشور. الموضوع ليه تحول اهلي وزمالك؟ هقول لك ليه تحول اهلي عشان حوار مصطفى محمد. شكرا، سلام عليكم. احنا قفلنا كده القصه. حمزه هو مصطفى. لا، هو فكره السجال بتاع الجماهير اللي هو اذا انت ما خدتش مصطفى مش واخد غير ده، فهم ده ما ينفعش بقى في منتخب مصر. وانا عايز اتكلم عن امام عاشور. امام عاشور قعد فتره كبيره طول السيزون تقريبا ما قدمش 80% او 20% فعلا من اللي قدمه السيزون اللي قبله. ومره كان عيان، جاله فيروس، بعدها كتفه، قبلها ما راحش السفريه مع النادي الاهلي، صح كده؟ وكان بالنسبه لنا انت ازاي ما تسافرش مع فريقك؟ دي كارثه. بس انا لو في شغلي وانا نجم وبديلك وانا في الملعب تقلي ذهب وانت مش مقدرني، انا هحس بقله، انا هحس ان انا مش متقدر، هحس ان انت مش شايفني، فانا طبيعي نفسيا حتى هكون ايه؟ متاثر. فامام عاشور بعد اللي شفته امبارح وشفته ان هو يجي ماتش مع الاهلي يلعب على الواقف، فتحس ان الاهلي متاثر، ولما يدوس الاهلي فوق ومع المنتخب لا. امام عاشور انت بتشوف فرق المرتبات والنقله اللي حصلت في مرتبه ازاي، ان هو عمل مشكله بسبب ازاي زيزو لسه جاي بياخد، وانا يا جدعان مش شايفيني وانا رقم واحد. العالم كله بيتكلم عن مين دلوقتي؟ امام عاشور هو لو مركز في الكوره بس انت هتشوف لاعب خرافي بجد. هو اتقل لعيب في مصر في اخر كام سنه على كل المستويات. العالم كله بيتغنى بيه. يقول لك اللاعب رقم 8 ده جه جبتوه منين؟ فهو لو مركز في الكوره بس كان الراجل ده كنا ممكن نشوف اي دوري من الدوريات الكبار. صاحبك كابتن حسن شحاته اتكلم كلمه على امام عاشور، قال هو اللعيب الوحيد في المنتخب الحالي اللي يقدر كان ينضم بالمستوى ده للجيل الذهبي، زيه زي حسني عبد ربه بالظبط. بس انا مشكلتي مع امام عاشور مش اللي انت قلته، اصل هو شايف زمايله بياخدوا يعني هو ما يستحقش المرتب اللي هو عايزه. دي امور تعاقديه، انا ضد الكلام ده خالص. ضد ان انا اخد فلوس العب، انت ماضي عقد وماضي عقد بمزاجك وبرضاك. ماشي، ثانيه واحده عشان برضه ما نظلمش. انت بتتكلم هنا في حد، انا قاعد حد فتح معايا باب التجديد، انت هتجدد ولا لا؟ سواء هجدد او لا، انت مرتبط بعقد ينتهي في 28 وما ينفعش تلوي دراع النادي اللي انت ماضي معاه العقد ده. النادي ده هو اللي جابك من الدنمارك لما انت كنت مصاب وبتدور على نادي تاني، وناديك مرضاش يتعاقد معاك، وهو اللي جابك واداك فلوس وخلاك احسن لعيب في مصر وفي افريقيا السنه اللي فاتت. ما ينفعش السنه دي عشان لقيت لعيب تاني او 2 لعيبه البادجت بتاعهم عالي اتكلم، مش هلوي دراعهم، مش نقول ان اللعيبه دي جايه بفلوس. بص هسألك سؤال، هل الاهلي، انا هنخش حته اهلي ونرجع تاني منتخب مصر بسرعه، بس هل الاهلي اتعامل غلط مع الملف ده ان انا يكون عندي لعيبه بتاخد مبلغ معين وماشيه بمستوى معين وارجع اجيب زيزو وتريزيجيه؟ لا اقول لك على حاجه، النقطه هنا الفاصله ان انا جبت امام عاشور برقم كبير ماديا، فبالتالي لما اجي اديله مرتب هيبقى مرتبه اقل. لما باجي اجيب لعيب فري زي زيزو زي تريزيجيه، خلينا نتكلم بصراحه، الموضوع بيختلف اللعيب جاي فري، فبالتالي لما بيطلب برقم انا بحاول اديله الموازنه. صح، مش بدفع مرتين. لكن انا مش هينفع اجيب امام عاشور مثلا ب4 او امام عاشور جاي ب 3.5 في 500,000 دولار عموله، ف 4 مليون دولار 4 مليون يورو. اقول لهم لا، وما ينفعش الوي دراع النادي. عايزين نطلع بقى من حته الاهلي والزمالك عشان انا في المنتخب، واحنا نطلع خالص من ماتش بلجيكا. قولا واحدا امام عاشور اللي عمل المعادله اللي خلى الزملكاويه قبل الاهلاويه يشيدوا بيه في ماتش بلجيكا.
عايز بس اخر نقطه، الاستلامه اللي عملها امام عاشور للكوره شفت التمويه هي 70% من الجول. قال له خد تعالى روح. الاستلامه دي لو مختلفه. كان ماسك دوكو في الدفاع، هي الكوره مقطوعه من دوكو محمد في الدفاع، هاني. فرد محمد هاني قطع الكوره يا باشا، لمستين شكرا جول. عايزين نقفل الملف ده. ايوه جاي. هنعمل ايه يا رجاله مع نيوزيلندا؟ بص يا سيدي، خش عليا، بص يا سيدي، خش عليا. ماتش نيوزيلندا ده من اهم الماتشات اللي في تاريخ الكره المصريه كلها. تاريخ الكوره المصريه كلها. انت تاريخ كبرت الكرة الموضوع المصرية شويه كلها. ولا انت انت شايف كده عندك فعلا؟ كاس عالم، وماتش في كاس العالم انت بتدور فيه على الصعود، بتدور فيه على تحقيق اول فوز، عشان كده هو اهم ماتش، اول فوز للمنتخب استنى، المصري انت الكلام في كأس ده العالم. ثانيه واحده بس، الكلام ده شكل مهم. استنى يا ابني، انا هغير اصبر. مش هينفع الراجل ده، لازم اقلع له تيشيرت كلام المنتخب. كبير. الكلام ده مختلف كده كلام كبير. يبقى ايه تعرف في المونتاج الكلام ده. ايوه جاي. عشان كده ايه الكلام مختلف. اصبر بقى عليا عشان نعدل المايك، صح كده؟ يلا يا ريس هات الساعه دي، انا هفوق لك. انت قلت لي نيوزيلندا اقوى ماتش في تاريخ البطوله كلها. انت بتقول لي ان مباراه نيوزيلندا هي الاهم في تاريخ الكره المصريه. انت مش كبرت الموضوع شويه اقول لك ولا؟ على حاجه، اهم بطوله في تاريخ الكوره كلها ايه؟ كاس العالم. ماشي. اهم من اي بطوله واقوى من اي بطوله. ماشي. انت عندك فرصه ذهبيه، ركز في الكلام اللي بقوله لك ده. ماشي. ان انت تحقق اول فوز للمنتخب الوطني مع اول صعود في بطوله كاس العالم. صح. ده كمان ده انت عندك فرصه ذهبيه 2 في 1. 2 في 1 وجايه لك على طبق من ده. هنعمل ايه طب؟ بتقول لك اتفضل. قول لي نعمل ايه طيب معاهم؟ انا خايف من البدله القديمه يا احمد. يعني ايه؟ تعال اقول لك ايه موضوع البدله القديمه ده. احنا طول عمرنا بنشوف منتخبنا ولاعبينا مع بدايه اي بطوله مع اكبر انديه، اكبر منتخبات، بيبقوا في التوب فورم، الحماس عالي. الحماس عالي. مجرد ما اخلص الماتش بدخل الدولاب اجيب البدله القديمه، بدله عدم التوفيق، بدله مش في يومي، الشماعات بقى، بدله مش في يومي، بدله اللعيبه مش في حالتها، الشماعات يا ريس. وتلاقي الدنيا اختلفت والموضوع اتحول. انا قلقان، بس المعلومات جايه لي من المعسكر. حسام حسن ما بيهزرش. هو ده بقى. قول لي ليه ما بيهزرش؟ انا هبدا من حسام حسن. وريني حسام حسن. ايوه. المؤتمر الصحفي الماتش بلجيكا، قبل ماتش بلجيكا، قبل ماتش بلجيكا قال لك يا جماعه نهدى، احنا عندنا فرصتين لسه بعد بلجيكا. هو مقدر قيمه الحاله. طب هو كده صعب ماتش نيوزيلندا اوتوماتيك. انا خلاص ما عنديش غير فرصه تاني. فنيوزيلندا ده ماتش صعب. نيوزيلندا ماتش الكيمياء بتاعته بايظه يا احمد خالص. معانا فريق بدني مرعب، فريق بيمتاز بالقوه البدنيه والسرعه. فريق الماتش اللي فات مع ايران شايط 18 كوره على الجون. ده نيوزيلندا رغم التعادل، 18 كوره على الجون، فيهم 14 بين الخشبات. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. هو يا نهار ابيض فعلا. لا شوبير قدها، ما تقلقش ما تقلقش. المنتخب كله قدها ان شاء الله. استاذ زيزو، شفت ماتش ايران ونيوزيلندا؟ راجل بص مش مستوعب. انا بشوف وناس كتير معايا ان فرقتين على قدهم، زي ما انت كنت بتلعب بلجيكا فالريتم واحد، فالملعب كان مفتوح، هما مش مقفلين فظهروا بالشكل ده. بتشوف ماتش ايران نيوزيلندا ازاي؟ وهنعمل ايه مع نيوزيلندا؟ لا بص، هو احنا بنلعب كاس عالم، مفيش حاجه اسمها فرق على قدها. انت وكمان اللي يدعم الموضوع ده ان احنا اتفرجنا على الماتشات كلها، الفرق كلها في منتهى القوه. ماشي. ماتش نيوزيلندا ماتش صعب جدا، زي ما استاذ وائل قال، هو يمكن يكون اهم ماتش في تاريخ مصر، عشان خاطر النقطتين اللي هو قال عليهم. اول فوز في تاريخ مصر ان شاء الله مع اول صعود، واول صعود، فبالتالي ماتش قوي جدا. نيوزيلندا فريق قوي جدا، اتفرجنا عليه قدام ايران، فريق قوي، التحولات قويه، بيلعبوا بشكل قوي جدا. وكذلك ايران، يعني الماتش نفسه مفيش اي سهوله في الموضوع. انت لعبتهم قريب الاستسهال يا باشا، كاس عالم كان موجود، كاس عالم مختلفه تماما. وطبعا ذكرى سيئه على امام عاشور، هي ذكرى سيئه لامام عاشور وكويسه لحسام حسن. هي دي البدله القديمه اللي بتكلم حسام حسن كسب وامام عاشور كتفه اتخلع. انا بقول لك، هي الفكره كلها ان الموضوع في كاس العالم بيبقى مختلف. زي ما انت مثلا بتروح الاهلي بيلعب مثلا في كاس العالم للانديه، والاهلي بيلعب في الدوري، ممكن تلاقي الاهلي في الدوري بيخسر قدام فرقه قليله، بيروح يلعب قدام كاس العالم للانديه بيعمل نتائج كبيره وبيقابل فرق قويه.
فهي نفس الفكره. استسهال ماتش نيوزيلندا هو السبب الاول ان احنا ما نعديش ولا نكسب ولا تصعد البطوله. فاحنا مش عايزين ان نروح نقول طب نعد نيوزيلندا نشوف الدنيا هتعمل ايه ونروح لايران، انت برضو مش متاكد مش ضامن إيران ايران. هتعمل إيه. فانت فرصتك الذهبيه ان انت تكسب وتريح نيوزيلندا، نفسك وتريح الناس وتريح القهوه دي كلها والدنيا دي كلها. في بقى فيجن تانية خالص، انت محتاج تجمع نقط عشان انت هتصطدم بمجموعه فرنسا. الطريق لا بس اقول لك على حاجه مهمه، احنا اقصى طموحنا عشان ما نضحكش على بعض هيبقى دور 16. هيبقى دور 16 ما اعتقدش ان انت انا لو قابلت وده هيبقى انجاز كبير قوي. وليه حد طموحي اصلا؟ بص مفتوح. ما هو انت تسيبه مفتوح، بنتكلم على واقعي على ارض الملعب. طب خلينا نتكلم في حاجه مهمه بقى. اتفرجنا على ماتش مصر وبلجيكا، شفنا تشكيله منتخب مصر. هل انت كنت متوقع ان المغرب في 22 تروح في التوب فور؟ مستحيل. واقع، انا بكلمك واقع على الورق، لا بس الواقع مختلف يعني. ورق حاجه والواقع حاجه. هو مش البطوله ماتش لغايه ما وصلوا اللي هم عايزينه. بيدافع ضربات جزاء اسبانيا بره، البرتغال 1-0 خلصت. انا كمصري والشعب المصري اعتقد ان هو هيبقى بعد ماتش متقبل امبارح قوي فكره ان منتخبنا يوصل لدور ال 16. ده كده يعني هيبقى شابوه حسام. صح. انا بتكلم في دي. الناس بتتكلم انت تعدي مجموعات بس. انا بتكلم ان يا جماعه، بس انا بتكلم ان انت ما تقفش طموحك عند الحته دي، سيبها ماشيه. يا جماعه صلوا على النبي، صلوا على النبي. اصل انت هتقابل في 16 الارجنتين، برتغال، كل سنه فرنسا، كل سنه طيب. ما تقنعنيش. انا عايز اروح ل 16 ولا لا. انا بالنسبه لي اصعد بس دور 32 وهكسبهم، عشان يبقى عيب قوي ما اكسبش دور 32 بالنظام الجديد ده. انا عايز اعرف بقى منكم هتطلع تاني تالت ان شاء الله هنطلع اول. انا عندي يقين تام، وتوقعاتي الشخصيه زي ما توقعت اول مباراه صح تعادل، احنا هنصعد اول. خلينا نخش في نقطه مختلفه ونقطه تانية، ولا يهمك يا باشا عيش. وهنا زي ما قلت لكم كل حاجه ممكن يجي يقعد جنبي دلوقتي. خلينا نتكلم في نقطه اخيره او قبل اخيره. حسام حسن بدا بتشكيل محدد لمباراه بلجيكا. شفنا الراجل بقى بتاع ملعب ومحلل. هل نبدا بنفس التشكيل امام نيوزيلندا؟ حسام هيبدا بنفس التشكيل. هيبدا بنفس التشكيل. هو طبيعه المدربين المصريين اللي بينهي بيه كويس بيبدا بيه. طب هل تشكيله منتخب مصر امام بلجيكا تبقى مناسبه مع فرقه زي نيوزيلندا؟ هعدل ما عنديش مشكله ان انا اعدل، لكن نفس اللعيبه هي اللي هتشارك، نفس الاداء ونفس الاسلوب. زيكو، امام عاشور، محمد صلاح. وممكن زيكو اللي يطلع وينزل تريزيجيه وهيلعب برضه بنفس الخطه. القوه البدنيه لنيوزيلندا هتجبرك ان انت تستخدم المهاره والسرعه قوي. المهاره هي اللي هتتغلب، والذكاء الكروي هو اللي هيخليك تتغلب على الموضوع القوه البدنيه شويه. خلي بالك نيوزيلندا مش هي اتكلم بقى انا وانت بقى كلام بقى ماشي. احب انا الكلام ده. نيوزيلندا المركز التصنيف ال 86 على العالم. تمام. نيوزيلندا فرقه مش هو واقعيا انت تنزل تديها 3. انا اسف مع احترامي للجميع لو هتتكلم رهبة الماتش وكاس العالم وماتش وصول واهم ماتش، فهو اللي مصعب الموضوع كده. لكن هاتهم لعبهم ماتش عادي، لا الموضوع هيبقى متاح وسهل. طب انا هسيبك واروح لزيزو. شايف في التشكيله لسه في التشكيل، هل ممكن حسام حسن يعمل مفاجاه زي ما عمل قدام البرازيل ونلاقي محمد صلاح على الدكه ويلعب بهيثم حسن ويستغل ان هو من اكتر 10 مواهب في المراوغات ومهاريا في الدوري الاسباني، يقول لك الراجل ده ينزل بقى يكسر الدنيا بقى، ولا محمد صلاح هيلعب؟ بص انا شايف هو لو في تغييره في الملعب هتبقى زي ما استاذ وائل قال في الحته بتاعت الجناح اليمين دي، بس مش هيبقى تريزيجيه، ممكن يبقى هيثم وصلاح يلعب في نفس مكانه 10. هل عدلة هيثم؟ زيكو كان على يمين، عدلة هيثم وامام عاشور هناك شمال زي ما احنا يعني. انت زيكو هيبقى على الدكه، بس في الاخر هو ممكن الاعب زيزو، بس اعتقد انه هيبقى بديل اكتر. ما احبش دي يعني انا شايف ان هي هيثم. ما بحبهاش والله. بنتكلم دلوقتي انت كانك حسام حسن. انا بتكلم عن محمد صلاح 10 زي ما هو يعني موجود في الملعب، مش هيطلع من الملعب طبعا ايا كان مستواه. لا هو الراجل عامل ماتش قوي جدا. بس كده حاجه صغيره في ودانك، هو جلوس محمد صلاح احتياطي في ماتش بالبرازيل ده كان بالاتفاق مع محمد صلاح. تمام. ممكن يكون هو هم كانوا متفقين انه لسه راجع من اصابه، لسه الاجهاد هياخد جزء معين من الماتش، لكن محمد صلاح
من اللعيبه اللي ضامنه مكانها في التشكيله الاساسيه لمباراه هقول لك نيوزيلندا. هقول لك على حاجه. انا لو مدير منتخب مصر بصراحه ومعايا محمد صلاح وربنا لعب يا راجل، شفت الجمهور، شفت الجمهور بيعملوا ازاي يا عم؟ لو هيلعبوا ايه؟ اخليه يجي يضرب المنتخب مكاني. ما انا هحطه جناح، انا كده موتته وفقدت لعب. انا بتكلم تسال بقى بجد. انت عندك مشكله كبيره. ايه هي؟ مين الاثنين المساكين اللي هيلعبوا؟ انت مش قلت نفس التشكيل حمدي فتحي مع ارجع بقى الماتش، ما هو انت ارجع لماتش بلجيكا لما لوكاكو نزل راح منزل رامي ربيعه عشان يبقى معاه. طب ما هو نيوزيلندا عندها مهاجم من الاعار التقيل 34 سنه، دي كارثه دي. متمرمخ. هيتعامل معاها ازاي؟ عندهم كريس وود. كريس وود الهداف التاريخي. طب هيتعامل معاها ازاي؟ فحسام ممكن يفكر ويبدا برامي ربيعه. دي يبقى تغييرين في التشكيل بقى كده، يبقى تغييرين. هيثم احنا بنتكلم كاننا حسام. طب وحمدي هيبقى في الملعب ولا يطلع مروان عطيه ولا مهند انت عندك مروان ومهند اكتر اثنين لعيبه جريوا في الملعب كله في ماتش مصر. يعني انت كده بتقول لي بشكل غير مباشر ان حمدي فتحي على الدكه الماتش الجاي. اختبارات كبيره لحسام حسن واختبارات محدوده. هيبقى حمدي فتحي. ممكن اسالك سؤال؟ هل ايه الثنائيه الافضل في الدفاعيه في الماتش بعيدا بقى عن ياسر انا من وجهه نظر انا لو انت حسام حسن حمدي فتحي ورامي ربيعه. لا حول ولا قوه الا بالله. مدافعين يعني اخلي عندي بره عبد المنعم، عندي بره حسام عبد المجيد. اخلي اثنين مدافعين امتى؟ لما يبقى فيهم واحد بيعرف يطلع بالكوره، بيعرف يبني لعب زي محمد عبد المنعم. انا محمد عبد المنعم مش جاهز. طب في حد من اللي انا واخده معايا بيعرف يبني ويطلع؟ حسام ما بيعرفش، مش كويس فيها قوي، مش زي حمدي. وانا ليه بلاعب حمدي فتحي راجل الديفندر بلعبه ورا السردباك؟ عشان بيعرف يطلع بالكوره، بيعرف يبني لعب. هي دي ميزه حمدي فتحي. لو عندي حد طب انا هتصدم بحاجه تانية خالص. انا عندي مهاجم 9 في منتخب نيوزيلندا، حاجه بقى بنيه جسمانيه قويه. المنتخب بيعتمد على الكور الطوليه، بيعتمد على اللعب المباشر. طب ما انا ممكن العب ب 3-5-2 على فكره. طب توقعاتك ايه المباراه؟ يلا نخش على التوقع بقى. ملك التوقعات. ان شاء الله منتخبنا هيكسب. كام؟ ان شاء الله منتخبنا هيكسب 2-1. استاذ زيزو 1-0 لنيوزيلندا ولا ايه؟ لا 1-0 لمصر. 1-0 لمصر. سألت 1-0 لمصر. قلقتني انت. 1-0 لمصر. طيب اتوقع انا بقى. اتفضل. انا قلت الماتش اللي فات انا مش هقول نتيجه، بس انا شايف ان منتخب مصر هيكسب نيوزيلندا وهيكسب ايران. وانا بشوف ان احنا هنكسب نيوزيلندا. لا اسمع مني بس. هنكسب نيوزيلندا اقل حاجه 2-0. نتمنى. اقل حاجه طبعا اللي بيحصل ده. وهديك معلومه صغيره. انت معلوماتك النهارده كتير قوي. متابعينك. ايوه. ان احنا بنسبه 80% ان شاء الله لو طلعنا اول مجموعه هنقابل المنتخب السنغالي في دور الاثنين. تعالى بضهرك. ده انا صدري ولع. اول مجموعه. ده انا صدري ولع من كتر الخروج المشرف امام السنغال. لا احنا ان شاء الله والله احنا عملنا ماتش كويس جدا قدام بلجيكا. ربنا يكرم والناس كلها مبسوطه. يعني انا متفائل خير والناس متفائله خير والعالم كله بيتكلم علينا. الصحافه كلها بتتكلم على هاني وبتتكلم على امام وبتتكلم على صلاح. والناس انا شفت في عيون الناس على القهاوي وقت الماتش بتتخانق وزعلانه من حسام حسن. انت ازاي تطلع صلاح؟ انا فاكر كويس جدا ان قبلها الناس انت ايه اللي بيخليك تلعب صلاح؟ فلا في حاله لقطه محمد صلاح وهو رايح يشد حسام حسن وهو بيحضر دي بتوريك الحاله اللي عليها المنتخب اللي هي حاجه واحد. مش دي بس، في كذا لقطه هتتكلم عن لقطه حمزه عبد الكريم باحتفاله بعيد ميلاد محمد صلاح، مشاركه حمزه عبد الكريم نفسها. هنتكلم عن الجماهير اللي حضرت والجماهير اللي راحت والجو اللي عاملينه في امريكا. هتتكلم عن المعسكر واللعيبه والتوليفه والروح. واول مره تحس ان احنا واحد، يعني تحس ان وانا متاكد برضو ان سبب كبير هو كابتن حسام حسن. طيب انت كان معاك لقطات قلت لي عايز اقول لك عليها، حابب تعرض حاجه منها او تتكلم فيها احنا كل اللي هنعرضه هنعرض دور ابراهيم حسن في تطور اداء محمد هاني وتألقه قدام جيرمي دوكو. وانا رايي محمد هاني هو لولا لقطه الهدف اللي اعتقد ان هو اتدبس بس ما كانش قصده. يعني كان هو خد اعلى تقييم وهو مان اوف ذا ماتش. تمام. لقطه امام عاشور والتمويهه اللي عملها
للراجل المدافع بتاع بلجيكا عشان يوسع السكه عشان يدخل يشوطها، اللي لو شاطها 100 مره كده مش هتيجي دي لقطه بالشكل امام ده. عاشور. دي لقطه امام عاشور. تمام. واللقطه الثالثه اللي قلت لك عليها لقطه محمد صلاح وهو بيجيب حسام حسن. فهو ده احنا عارفينه، ده ممكن دي يعمل لقطة جريمه. اوعى بتقول إن حاسد لا، يا عبد المنتخب الحاج. كل واحد. محمد بتاكد ان محمد صلاح لما خرج ما كانش متضايق وممكن ولا بتنهي، زعلان. هي بتاكد وبتنهي، هي بتاكد على ان احنا يا جماعه لو سمحتوا لازم واحده نفصل واحده، الأهلي وبتنهي والزمالك كل ده. قال في مشاكل عن بين العميد منتخبنا. وصلاح، وان صلاح ما كانش عايز العميد. كل ده كان كلام يا جماعه غلط. لازم ندعم لاعبتنا بدون اي انتماء لاي انديه. 26 راجل موجودين في امريكا علشان يمثلوا المنتخب المصري والشعب المصري كله، ويسعدوا ال 120 مليون بكل طوائفهم، برجاله، ستات، عواجيز، اطفال، كله بيتلم حوالين الشاشه وقت ما ال 11 راجل بيبقوا صح. قول لي يا زيزو، عندك اي حاجه تانية عايز تقولها وتختم او توجه رساله للعيبه مثلا لو هيسمعونا؟ خلينا نقول ان يمكن ريل إحنا يعدي قدامهم محتاجين ولا حاجه. محتاجين نكمل على اللي حصل في ماتش بلجيكا. محتاجين زي ما استاذ وائل قال ما نلبسش البدله القديمه، نكمل بنفس الشغف وبنفس الحماس. خلي بالك ان زي ما قلنا ماتش نيوزيلندا لو كسبناه انت رحت في حته تانية خالص. تاهل تاريخي للدور الثاني، اول فوز في تاريخ مصر. فكل الحاجات دي هتفرق مع المنتخب فيما هو قادم، حتى مش البطوله دي بس، تفرق مع كل اللعيبه. لما تروح تتفرج على الصحف الاجنبيه وهي بتتكلم على حمزه عبد الكريم، على امام عاشور، على صلاح، على مرموش، على كل اللعيبه دي، انت متخيل ان الصحافه الاجنبيه بتتكلم انت اللعيبه دي ازاي مش محترفه بره. مصطفى شوبير، هاني، الناس دي كلها. فلا وبيتفاجئوا ان سنهم كبير ازاي. انتوا كنتوا فين من الناس دي؟ صح. الحاله مختلفه في النسخه دي. فاحنا محتاجين نستغلها اقصى استغلال ان شاء الله، ونبني على ده كمان. الكابتن حسام حسن يركز جدا في ماتش نيوزيلندا باذن الله. ما تستشعرش القصه، وان شاء الله خير. وزي ما قلنا ان شاء الله مصر هتكسب نيوزيلندا. انتوا نورتوني في قهوه المونديال، وانا اتشرفت بيكم وبالنقاش معاكم، وكان مثمر وممتع، ونورتني يا استاذ وائل. بنورك، وكان لقاء يا رب نكون فدنا متابعينك والمشاهدين، وان شاء الله خير، ونتمنى التوفيق لمنتخبنا برضه. حبيبي اشكرك، نورتني يا عم زيزو. ربنا يخليك يا احمد، وشرف ليا اني شفتك النهارده. حبيبي ربنا يخليك. استمتعت طبعا بتواجد استاذ وائل وبتواجدك، وان شاء الله نكون فدنا الناس وتكون حلقه كويسه. مشاهدينا، كانت دي قعده قهاوي رايقه، شربنا الشاي، الناس اللي راحت والناس اللي جت، قعده طبيعيه 100% زي ما اتفقنا. وده كان كلام قهاوي، وفقره كلام قهاوي النهارده يعتبر كده خلصت. ضيوفنا النهارده نورونا وشرفونا. عايز اعلق على حاجه بسيطه بس، استاذ وائل ما يزعلش مني لو قلتها، هو ما كانش حابب يقولها، لكن انا في حاجه للراجل ده عجبتني فيه جدا، ودي بتعبر عننا كلنا وحبنا للكوره وشغفنا بيها. الراجل ده اصلا التايتل الوظيفي بتاعه هو مدير في بنك، فهو بيحب التحليل جدا وبيحب الكوره جدا وبياخد فيها كورسات وبياخد فيها حاجات، وحب انه يكون موجود معانا في القهوه، وحب انه يتكلم ويحلل. لا، ومذاكر كويس، ومعاه لقطاته ومعاه معلوماته. فانا معجب جدا بالحاله، وبشكرك ان انت شغفك باين، مع ان في فرق خلي بالك في البوزيشن. لا انت بتشتغل ايه وبتحب ايه، دي معادله صعبه. فانا حبيت اعلق عشان لازم تجمع كده ما بينهم، وبالتوفيق وانت ناجح، وان شاء الله البرنامج يبقى ناجح يعني. الله يخليك. فيعني دي رساله ان فعلا الكوره هي بتحركنا، واحنا بنحبها بغض النظر عن نتائجها، بغض النظر عن عوائدها. الكلام في الكوره مش محتاج عائد، مش محتاج فلوس، مش محتاج وظيفه، مش محتاج اكون موظف عشان اتكلم. لا، انا هتكلم في الكوره، والراجل ده يتكلم في الكوره، وده كلنا هنفضل شعب بيتكلم في الكوره، وشعب كوير من غير برامج. مدير فني ومحلل على القهاوي وفي الاستوديوهات وفي الصحافه وفي كل حته. فدي كانت حلقه النهارده، وما تروحوش في اي حته، لسه معانا فقره ثانيه وهي فقره صوت الجمهور او كرسي الجمهور. نقدر نتنقل دلوقتي وسط الناس ونشوف ان هم شايفين الماتش ازاي. مشاهده ممتعه باذن الله. من اكتر مكان بيمثل الكوره حسام حسن، من اكتر مكان بيمثل الكوره. اتكلمنا كلام قهاوي، وخلينا نشوف في الفقره الجايه على ايه الشارع المصري ناوي. هنروح نسال اكتر من حد قاعد حوالينا بشكل طبيعي جدا عن رايه وتوقعاته لمباراه مصر مع نيوزيلندا. خليكم متابعين. ايوه جاي. هنبدا دلوقتي ان احنا نروح للناس ونشوف رايهم في المباراه. فنخش هنا مع صديقنا. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. كويس.
تمام الحمد كله تمام؟ كله تمام. اسمك ايه؟ ايمن. ازيك يا عم ايمن؟ اهلا يا باشا. ايه رايك في ماتش مصر وبلجيكا؟ اتفرجت الاول ولا لا؟ اتفرجت بصراحه بس ما كملتش. مش للاخر. ليه يا عم؟ ده كان الساعه 10 حتى. والله ما كملت. ليه؟ رحت مشوار، كان عندي مشوار رحت قضيته وجيت. طب يعني انا كده عايز اسالك، طب في الماتش ما شفتش اي حاجه؟ لا شفت حاجات؟ لغايه الجون اللي جه بتاع مصر. يعني انت لحد امام عاشور مسجل. ايوه. طب ايه رايك في امام عاشور؟ امام عاشور كان حلو بصراحه في الملعب وتحركاته حلوه في الملعب بصراحه. انت شايف ان احنا قدمنا ماتش كويس؟ قدمنا ماتش كويس واللاعيبه كانت حلوه بصراحه يعني وعندهم حماس ان هم رايحين وعايزين يجيبوا البطوله. شفت حسام حسن؟ شفت حسام حسن. شفت الجو اللي عامله؟ لا تقول له حلو. ايه؟ اقدر اقول له ان انت 100 100 لغايه الوقت كده، تحركاتك حلوه مع اللعيبه واسلوبك حلو. طب وجه له رساله، وجه رساله كابتن حسام حسن، تقول له ايه؟ بص للكاميرا وقول له. اللي اقدر اقوله كابتن حسام حسن ان هو يشكر قوي، عامل بصراحه تواليت حلو يعني. طب انت بتشوف ماتش مصر الجاي هنعمل فيه ايه؟ توقعاتك للماتش الجاي؟ توقعات ان شاء الله ان احنا نفوز. كام؟ ان شاء الله نفوز 2-3. مين اللي هيسجل اهداف؟ اللي هيسجل ان شاء الله محمد صلاح، واحد زي تريزيجيه، واحد زي زيزو. تريزيجيه هيلعب وهيسجل. اه ماشي يا ايمن، انا بشكرك جدا، ضيعت من وقتك شويه انا. حبيبي يا عم. طيب تعالوا برضو نشوف حد تاني مثلا نروح نقعد معاه ونشوف اراءه في المباراه. ايه يا ريس؟ عامل ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ كله تمام. اتفرجت على ماتش مصر وبتتفرج دلوقتي على ماتش جنوب افريقيا والتشيك والجوله الثانيه بتبدا، ها؟ باينه باينه من من غير الاول. ما اقول. طب انت بتشوف ماتش مصر مع بلجيكا ازاي؟ ايه رايك فيه؟ لا هو احنا كمنتخب ما كنتش متوقع اول حاجه ان احنا نلعب مش كده، متوقع اصلا. بس كنت واثق ان محمد هاني هيعمل ماتش عالمي. انت بادئ الماتش ومتاكد ان محمد هاني هيعمل ماتش كويس. كنتش متوقع ان محمد صلاح هيلعب بالحماس ده. دي ناس كتير بتتكلم عليها دي، خلي بالك ان مين ده محمد صلاح بتاعنا؟ الناس كلها واخده فكره ان محمد صلاح مع المنتخب ما بيأديش زي ما بيأدي في ليفربول، ده كلنا عارفين كده. بس هو لا، هو كان مختلف في الماتش ده، وامام عاشور طبعا يعني احلى لعيب في مين مصر. اكتر لاعب تديله تقييم 10 من 10 في المباراه؟ ده كان توب التوب التوب والباقي ماشي 8 9. لا هي اللعيبه كلها هنقول 10، اللعيبه كلها أدت كويس طب بس مين كان توب. الماتش بتاعك انت الخاص بيك؟ انت شفت قلت محمد هاني صح؟ وشفاينشتايجر بتاع المانيا شفت قال له ايه؟ قال له ماي مان اوف ذا ماتش، يعني هو بالنسبه له مهما اختار الفيفا امام عاشور الراجل ده انت بالنسبه لك مين راجل المباراه؟ مصطفى شوبير. شوبير. اه بس هو شال كوره كورتين مش كتير قوي يعني. اول ماتش في كاس عالم. مش ماتش عادي، اول ماتش في كاس عالم. افتكر ماتش بتاع محمد الشناوي امام الاوروجواي، فلا كان مصطفى شوبير بصراحه يعني. بس هنعمل ايه؟ هنعمل ايه مع نيوزيلندا؟ لا ده بقى ايه كابتن حسام بقى يعني، ده موضوع كابتن حسام. كابتن حسام اتصرف. كابتن حسام انا بقى. ماليش دعوه. بس هو حماس كابتن حسام هو اللي هيجيب، يعني هيخلينا نعدي الليفل من الليفل اللي احنا اصلا الناس كلها بتقول احنا رايحين وراجعين بسرعه. بس يعني حماس كابتن حسام وان شاء الله يعني هنعمل حاجه كويسه. توقعاتك للمباراه مصر ونيوزيلندا كام؟ 2-1 لينا مصر. مين اللي هيسجل؟ ممكن صلاح لو تريزيجيه لعب، لان تريزيجيه كده احنا معانا 2 توقعوا تريزيجيه، اللي وراك قال تريزيجيه وانت تقول تريزيجيه، واضح كده يا تريزيجيه انت كان ليك بصمه في الماتش ده. تريزيجيه ان شاء الله، تريزيجيه وصلاح باذن الله. طب انا بشكرك على وقتك وضيعت معاك وقت. انا ضيعت وقتك ولا اتبسطت؟ انبسطت والله حبيبي. انا برضه ناخد لقاء مع الراجل ده، بص علينا نشوف عايز يقول ايه. روح كده ارجع لي كده زي ما انت، انا جاي اقعد جنبك اهو. عرفني بيك الاول. عبد العزيز. اهلا بك. عامل ايه؟ الحمد لله. يا حاج قعدت تقول لي يا حاج جاي لك دلوقتي، قعدت تقول لي مصر هتخسر من بلجيكا، مصر هتخسر من بلجيكا. ما خسرناش. كنا هنكسب، احنا كنا هنكسب. طب نيوزيلندا اهو، نيوزيلندا هنعمل ايه مع نيوزيلندا؟ بص للكاميرا اهي. مصر ونيوزيلندا هنعمل ايه؟ هنتعادل. راجل كان مراهني مصر هتخسر من بلجيكا، راجل جه ظهر فجأة اهو. كلنا بصراحة كنا خايفين من بلجيكا طبعا. كلنا كنا خايفين من بلجيكا، بس المستوى اللي ظهروا بيه يعني كان كويس يعني بالنسبة للتوقعات اللي احنا كنا بنتوقعها. ما كنتش انت متوقع؟ لا ما كناش متوقعين كده الاداء ده. انا زعلت ان احنا تعادلنا يعني. احنا لما جبنا الجون وشفنا الاداء ده احنا طمعت ان احنا كنا المفروض نهدف يعني نجيب هدف تاني، تلاقي خصوصا ان جالهم فرص سهله جدا. طمعنا بعد كده حتى لما محمد هاني يعني الكوره هو قدر الله ما شاء فعل، هي جت في رجليه
زعلنا جدا ان الهدف حتى جه بالطريقه دي، يعني انا كان يتمنى لوكاكو هو اللي كان يجيبه احسن. بص بس الناس قدرت فكره برضه ان هو غصب عنه وسط زحمه طبعا طبعا بغل لوكاكو يعني بغل لوكاكو يعني حاجه ما شاء الله. بص هرم. يا نهار ابيض انا لو واقف بخاف العب. اكيد طبعا. طيب لو انت هتوجه رساله لكابتن حسام حسن وهتبص للكاميرا بعد الانتقادات والهجوم قبل ما يجي المنتخب واول ما جه وبعد افريقيا ودلوقتي وبعد اول ماتش، تقول له ايه؟ والله بص، هو كابتن حسام حسن يعني انا كنت من انصار الناس اللي هم لما يعني قبل ما يجي كنت انا دايما اقول نجرب كابتن حسام حسن، نجرب كابتن حسام حسن، واخد بال حضرتك؟ وكنت دايما على الفيس لما بننزل يعني ارائنا وكده كنا قلنا يعني يا جماعه عايزين نجرب كابتن حسام حسن ونشوف يعني دماغه ايه وفكره ايه وكده، لان خصوصا ان هو كان راجل مهاجم، دلوقتي مهاجم بقى انطباعك عنه ايه بقى؟ كمدرب لمنتخب مصر. والله هو دلوقتي ماشي يعني بخطى ثابته. ايوه جاي. ان شاء الله هنكسب نيوزيلندا، هنكسب ان شاء الله نيوزيلندا. ان شاء الله أنت شايف إن هنكسب. إحنا توقعاتك يعني مباراة؟ احنا ممكن نكسب نيوزيلندا مثلا 2-0. مين هيسجل؟ اعتقد ممكن امام عاشور وعمر مرموش، ولو تريزيجيه موجود ممكن يسجل. طيب احنا كده ده تالت شخص يقول لك تريزيجيه هيسجل، واضح ان تريزيجيه الناس وحشته وهتجيب جون يا ابني، شكلها كده مكتوبه لك وهتجيب جون ولا ايه؟ فرحونا ان شاء الله بامر الله باذن الله. ربنا يوفقك. انا بشكرك وضيعت من وقتك شويه ولا استمتعت؟ اوعى تكون ما استمتعتش. استمتعت حبيبي. حبيبي كده هقول لك كمان او على السوشيال ميديا برنامج اسمه قهوه المونديال، وانت سالت بقى انا اختم معاك البرنامج. ايوه جاي. تابعونا على كل منصات السوشيال ميديا، فيسبوك تيك توك انستجرام. اشوفكم الحلقه الجايه وان شاء الله يكون منتخب مصر حقق اول فوز تاريخي ليه، وكمان صعدنا لاول مره للدور اللي بعد المجموعات. شكرا جدا على المشاهده، ده كان رأي الشارع المصري وتحليل الشارع المصري من قهوه مصريه 100% وسط الناس الجدعان الطبيعيه. شكرا جدا على المشاهده، مع السلامه.